اتهنت اتهنت اتهنت، وبعدها انا واسرتي واهلي وابويا وامي واولادي. السلام عليكم. الأول صلي على النبي، ولو مش متابعني اتفضل مشكورا تابعني وهبقى سعيد أوي بمتابعتك. الموضوع ما فيه إن الممثل المصري أحمد السقا عمل فيديو يدعم فيه اللاعب المصري المحترف محمد صلاح، وبغض النظر عن إن السقا قال إيه أو ليه هو عمل كده، وبغض النظر برضه عن الطريقة اللي وصف فيها نفسه كميجا ستار اللي أغلب الناس اتريقت عليها، بس هو السقا عمل إيه غلط؟ وفين المشكلة إن ممثل مصري يعمل فيديو يدعم فيه لاعب مصري محترف في أوروبا بيمر بظرف سيء؟ هل ده مبرر لكم التنمر والشتيمة والإساءة والغلط اللي حصل ده؟ تعالوا نسمع جزء من مداخلة الفنان أحمد السقا مع الأستاذ عمرو أديب ونرجع نكمل كلام. ال 24 ساعة اللي فاتت الفيديو بتاع الفنان الكبير أحمد السقا هو حديث مصر والعالم العربي. مش قادر أفهم الراجل غلط في إيه؟ عمل إيه غلط أحمد السقا؟ هذا الهجوم وهذا التنمر. فانا عملت فيديو بالعربي بدعم فيه اخويا الصغير كابتن محمد صلاح اللي مشرفنا بره، ومش مشرفنا احنا بس، اعتقد كل دوله عربيه من اشقائنا العرب بيعتبروه ابنهم يعني. فكنت بعمل فيديو فيه نوع من انواع الدعم والتحميس لمحمد صلاح. بس اللي انا عايز اوصله، انا يعني بجد محبط طول النهار من سلوكنا احنا، بعض الناس اللي دخلت السياسه في الدين في غزه في وحضرتك ادرى مني بالكلام ده. طبعا اتهنت اتهنت اتهنت، وبعدها انا واسرتي واهلي وابويا وامي واولادي، هتعمل مباحث، هتروح مباحث الانترنت تعمل محضر في مين ولا مين، بالاضافه ان انا تركيبتي الشخصيه والله لو حصل ايه انا لا يمكن اذي حد. مفيش مبرر لكم الغلط اللي حصل ده، ومفيش حاجة حصلت منه تدينا الحق نغلط فيه ونهينه للدرجة دي. جماعة، هو احنا ليه بقى ده سلوكنا واسلوبنا في الانتقاد وفي عقولنا عموما؟ اي حد يقول اي حاجة مش عجبانا او يختلف معانا في الرأي ننهال عليه بالاساءات والسب، ومش فيه هو بس، فيه هو واهله، وكل واحد بقى ماسك تليفون ومعاه نت بقى مدي لنفسه الحق انه يدخل يشتم اي حد مختلف معاه ويغلط فيه. طب هو انت مش ممكن تختلف بس بدون سب؟ يعني نطلع مثلا نختلف مع السقا في انه ليه يا سقا عملت الفيديو، او ليه قلت المصطلح الفلاني مثلا، لكن ايه السبب اللي يخليك تتنمر عليه وتغلط فيه وفي اهله؟ عمل لك ايه يعني؟ والكلام هنا مش عن السقا بس، للاسف ده بقى سلوك عام، مع اننا عمرنا ما كنا كده.